نبدأ مع بعض بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. إن شاء الله النهاردة نعمل مع بعض كيكة باليوستفندي تحفة. كيكة كب كيك شغالة في كله، هشة جدا جدا. وبصوا ما شاء الله من جوه سفنجة وعاملة ازاي، لونها رائع، طعمها أروع، طريقتها سهلة وبسيطة واقتصادية كمان، وكله في الخلاط. يلا بينا نبدأ على بركة الله وبسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. ويلا بينا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله. معايا هنا حبتين من الاستفندي، وده القشر بتاعهم انا غسلته كويس جدا جدا وسبته زي ما انتم شايفين كده. هاخد مع الاستفندي ده دول مثلا حبتين او 3، قشرايه واحده فقط. مش عايزين القشر يبقى كتير معانا عشان ما يمررش. انا بس محتاجه منه الزيوت العطريه بتاعته اللي بتديني نكهه حلوه قوي للكيك. نقول بسم الله ونجيب الخلاط بتاعنا وننزل فيه باليوستفندي والقشرايه اللي قلنا عليها. هنضربهم كويس جدا جدا مع بعض، وطبعا حطيت معاهم كمان كوبايه ميه كبيره. نضربه كويس بالشكل ده. هبدأ أصفيه، والكوباية دي هعاير فيها كوباية من العصير اللي احنا صفيناه، وهرجع اخده وننزل فيه بالخلاط. انا ما شطفتش الخلاط مكان الاستفندي، انا بس طبعا كنت فضيته عشان ابدا استخدم المعايير بتاعتي. حطينا كوبايه عصير اليوستفندي اللي احنا صفيناه، ومقدار نفس الكوبايه حطيت كوبايه من السكر. ضربتهم مع بعض كويس جدا جدا لحد السكر ما داب. هننزل دلوقتي بسم الله ب3 بيضات. درجه حراره الغرفه، يعني البيضه لازم تكون لو هي في التلاجة طالعه قبلها على الاقل بساعه. حطينا ال3 بيضات وحطيت معاهم الفانيليا ورشه من الملح، ونقول بسم الله ونرجع نضرب تاني كويس قوي. وبعدين هضيف معلقه كبيره من الخل. ما تخافيش ابدا، الخل بيكسر الجلوتين اللي موجود في الدقيق، فبالتالي بتحصلي على كيكه هشه. وهرجع اضرب تاني. وفي المرحله دي انا معايا هنا يا اما نص كوبايه زيت عليها معلقه كبيره مليانه من السمنه، ويفضل تكون سمنه بلدي او زبده، لكن مش متاح خلاص اي نوع سمنه متوفر عندك مفيش مشكله. يا اما مش هتحطي سمنه يبقى 3/4 كوبايه زيت، او يعني بالمسمى بتاعنا كوبايه الا ربع. الخلاط شغال وكل المكونات اتجانست مع بعضها واختفت وتمام. هبدا اقول بسم الله وانزل بالزيت سرسوب رفيع جدا من فوق. الحركه دي مهمه قوي. ليه؟ لانها بتخلي مسام الكيك بتاعك ضيق، بيبقى سبونش كده، وبتبقى ناعمه من جوه، وبتبقى هشه وفلافي كده في نفسها، وحاجه محترمه قوي. هفضل اضرب لحد ما احس ان القوام بتاعي تقل كده وخف معايا. هركنه على جنب ونيجي بقى للمكونات الجافه بتاعتنا. معايا هنا كوبايه ونص من الدقيق اللي هو المتعدد الاغراض، او لو انت مش واثقه في الدقيق بتاعك متعدد الاغراض ده، لو انت جايباه من اي عطار ممكن تجيبي دقيق مخصص للكيك لو انت طبعا اول مره بتعملي كيكه. طبعا الدقيق ده منخول قبل كده مره، برجع انخله تاني زي ما انتم شايفين. وفي الوقت ده بنبدا نضيف معانا كيس من البيكنج باودر. كيس بيكنج باودر كيك شيف او النوع التاني اللي هو دريم برضو حلو جدا. بعد ما ضفنا كده هنقول بسم الله ونبدا نقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس قوي. مهم جدا جدا انك تقلبي البيكنج باودر مع الدقيق وتنخليهم كمان مع بعض علشان نوزعه كويس جدا في الكيكه. وده مهم قوي عشان ما تجيش تلاقي بعد كده الكيكه بتاعتك فيها حته عاليه قوي وحته هابطه كده. ده بيبقى عدم توزيع كويس منك للبيكنج باودر. عشان كده بقول لك مهم انك تقلبيه في الدقيق وترجعي تنخليه معاه عشان كمان يتفاعل كويس وياه. بعد ما حطينا الدقيق والبيكنج باودر نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعاير كوبايه من النشا. ما تضغطيش الكوبايه وانت بتعايري، وما تمليهاش قوي وانت بتعايري، لازم تخليها كده واخده راحتها عشان الكيكه بتاعتك تبقى هشه وخفيفه. حطينا النشا ونخلنا كده زي ما انتم شايفين، وهرجع برضو اديها تقليبه تانية بالمعلقه عشان اوزع او ادمج كل المكونات مع بعضها تبقى مكون واحد. هنا حطيت رشه بسيطه جدا من الملح عشان انا نسيت احطها في الخلاط. وهقلب زي ما قلنا كده بالمعلقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كتير بالصيغه الابراهيميه كمان يا جماعه، وانتوا بتعملوا اي حاجه وشوفوا الخير والسعد اللي هتبقوا فيه. ولو عايزين اي حاجه واي امنيه تحققوها عليكم بالصلاه الابراهيميه اللي هي النص التاني من التشهد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما قلبنا المكونات الجافه مع بعضها نجيب المكونات السائله اللي كانت في الخلاط، ونبدا ننزل كده ايد بتنزل وايد بتقلب في اتجاه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي البوتاجاز بتاعي هيشتغل على درجة حرارة 200. سخنته لمدة 7-8 دقايق كده، وبعد كده ظبطت درجة الحرارة على 180. قلبت في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين لحد كل المكونات ما تجانست، وبقى معايا خليط الكيك زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. حسيتي ان هو تقيل شوية معاكي، ضيفي معلقة عصير كده او معلقة مية او معلقة لبن.
لكن القوام ده هو ده الممتاز. جبنا معانا الصينيه بتاعتي، بطنتها دهنتها بالزيت وبدرتها كده بشويه دقيق ونفضتها كويس من الزوايد بتاعت الدقيق، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا بخليط الكيك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ودلوقتي هديها بقى خبطتين كده على الرخامه عشان افرغ منها اي هوا جواها، بالتالي احصل على كيكه ناعمه ما بيبقاش فيها فقاعات كبيره كده من جوه وفوارغ ملهاش لازمه وشكلها ما بيبقاش حلو. اخبطها خبطتين وبعد كده ادخلها الفرن بتاعي المسخن مسبقا من قبلها مثلا 7 8 دقائق، بتقعد في الفرن من مثلا 35 40 دقيقه على حسب درجه الحراره بتاعه الفرن بتاعك. طبعا ما بنفتحش عليها الا لما بيعدي عليها نص ساعه، وريحتها كمان بتطلع معاكي بتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله جباره. اول ما بحس انها استوت بختبرها ازاي بالسكينه كده من نص الكيكه او من نص الصينيه عشان ده اخر جزء بيستوي في الكيكه. بغزها بالسكينه، طلعت معايا نظيفه خلاص هي كده زي الفل. اطفي الفرن، ركزوا معايا، اطفي الفرن وافتح الفرن واسيبها 5 دقايق جواه، تمام، عشان ما تهبطش منك لما تتفاجئ من درجه الحراره العاليه اللي كانت فيها لدرجه الحراره اللي بره، سواء بقى في الصيف او في الشتاء. سبتها 5 دقايق كده هديت مع نفسها، اطلعها بقى احطها على الرخامه او على البوتاجاز وبغطيها بفوطه نظيفه واسيبها بتاع 10 دقايق لحد ما تهدى خالص، وكل البخار اللي يطلع منها يرد لها تاني تبقى معايا هشه وطريه وزي الفل. بعد كده بقى تقطعيها وتاكليها بألف هنا وشفا. بصوا شكلها عامل ازاي، وبصوا اسفنجيه وهشه ازاي، والتسويه كمان بتاعتها ممتازه جدا جدا جدا. اهم حاجه ما تتكيش عليها في التسويه، اختبرتيها ولقيتيها استوت معاكي طلعيها على طول، ما تستنيش عليها وتسيبيها برضو شغاله جوه في الفرن، لانها مع الوقت بتنشف، لو قعدت جوه شويه زياده هتلاقيها نشفت معاكي وحطبت كده. لكن هي الوقت بتاعها المناسب بعد ما يعدي عليها 35 دقيقه 40 دقيقه بالكتير بشوفها وبطلعها، وبقى معايا احلى كيكه يوستفندي ملهاش حل. بنفس الطريقة دي ممكن تعملي كيكة البرتقال، ممكن تعملي كيكة اللبن الرايب، ممكن تعملي كيكة الزبادي، بس كل اللي احنا بنعمله بنشيل العصير ونضيف مكانه سواء بقى الزبادي او اللبن الحليب اللي هو او الرايب او البرتقال العصير بتاعه، او حتى كيس عصير تانج متدوب كده في كوبايه ميه، التانج مقطع يا جماعه اللي هو الفروتي اقصد يعني. العبي بقى في المكونات بتاعتك، انت معاكي الاساس، العبي فيه براحتك انت بقى. عندك بقى قوالب الكب كيك ممكن تحطيها في قوالب الكب كيك، شايفين طبعا الكيكه من جوه عامله ازاي. التصوير هنا بتليفون وتصوير الكيكه بتليفون تاني خالص، فالاضاءه فعلا بتفرق جامد والتصوير بيفرق. ما شاء الله هشه جدا جدا، ريحتها رائعه بجد، طعمها حلو قوي. نسكافيه بقى شاي بلبن كله شغال، وكيكه الشوكولاته اللي احنا نزلناها مع بعض امبارح هي اللي في الجنب دي خطيرة خطيرة بجد، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسيبكم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش دعوة حلوة لينا بظهر الغيب ولكم بالمثل. نختم بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما تحب وترضى، ملء ما تحب وترضى، عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.